يحاول أن يجعل لاعبيه يعيشون أجواء مسابقة تتمركز فيها 16 منتخب، يعيشون بطولة. لم يعيشوا تلك التجربة، هذا الجيل أو هذا الفريق لم يعيش تلك التجربة، على اعتبار أن الجزائر كانت غائبة في كأسي أفريقيا الأخيرتين، في الدورتين الأخيرتين. يحضر ويخاف على لاعبيه الإصابات، لأن يحتاج هؤلاء اللاعبين لكأس العالم. في كأس العالم أنا ربما لا أتفق مع فؤاد، هذا المنتخب لا يمكن أن نطلب منه الشيء الكثير. إذا طلبنا منه أن يمر إلى الدور الثاني، ربما الفرصة متاحة، لأن من كان يظن خالدا المنتخب السنغالي سيبلغ الدور ربع النهائي في أول مشاركة، ولكن يبدأ المشاركة بفوز على فرنسا، ويواصل المشوار ويصل إلى الدور الربع النهائي وينهزم بصعوبة أمام المنتخب التركي. إذا كل شيء وارد، كل شيء وارد. المنتخب السنغالي في أول مشاركة، أنا أتحدث عن المشاركة، ولكن كم عدد السنوات التي لعب معها لاعبون السنغاليون مع بعض؟ نعم 6 سنوات، أي أن التجربة اختمرت. لا ممكن خالد إذا بعصا سحرية ممكن. لا ممكن بالعمل وبالجدية الثقة في الإمكانيات. ربما المنتخب الجزائري يمشي بعيد. لا في كرة القدم تلغي عاملين مهمين. العامل الأول أن ننتظر 4 ديسمبر حتى نعرف مع من سيلعب المنتخب الجزائري. إذا لعب في مجموعة فيها البرازيل وفيها إنجلترا. من كان يظن خالد أن المنتخب السنغالي يفوز على فرنسا في أول مشاركة، أول لقاء افتتاحي، وكانت يعني شكون كان كيقول هذا؟ هل كنت تظن المنتخب الكل كان كيظن أن المنتخب السنغالي سيخرج من الباب الصغير، لكن المنتخب السنغالي اللي كان عنده ربما ما عندوش خبرة كبيرة أيضا خالد في عام 2002 المنتخب السنغالي في كأس العالم خالد ربح المنتخب المغربي بهدف ل0 في اللقاء للمنتخب المغربي ما بغاش يلعب الكرة. يعني هذا هو يعني أن بوابة المنتخب السنغالي إلى كأس العالم كان المنتحدث المغربي انتهى والمنتخب المغربي تذكرني بديك الماتش. يعني بغيت ننسى ذاك الماتش نتحدث عن شيء ونتحدث عن شيء ثاني. لا نتحدث على نفس الشيء. نتحدث على أن منتخب وخاب مجموعة شابة وخاب نقص تجربة. إذا كان هناك ثقة، كان هناك حظ، كان هناك عمل، بإمكان المنتخب الجزائري أنه يمشي يحقق إنجاز في كأس العالم 2010. ما هو الإنجاز بالنسبة لك؟ ماذا تنتظر من المنتخب الجزائري؟ السؤال واضح. الإنجاز أنه يمر على الأقل الدور الثاني، وهذا يجب أن ترى مع من سيلعب. أنا أقول لا نحمل اللاعبين الجزائريين ضغوط هم في غنى. دعنا نواصل هذا النقاش ونفرح مع المنتخب الجزائري ونواصل معه ونواصل بنا. نواصل فؤاد النقاش. خالد يقول غير ممكن. لا غير ممكن. أنا لا أطالبه الآن. أطالبه بعد 4 من ديسمبر. سننتظر حتى الثاني عشر من يونيو خالد حتى انطلاق المنافسات، لأن واحدة يعني حتى توجد مجموعة صعبة اللي ربما تضم البرازيل وتضم هولندا وتضم كوريا الجنوبية مثلا، ولكن المنتخب الجزائري عنده ربما كل شيء. زمن المفاجآت انتهى وكأس العالم تبدأ بعد الدور الثاني. نشاركوا في كأس العالم ولا في أي مناسبة في أي دوري أننا ندخلوا وإحنا خاسرين. وقبل توديعكم السي فؤاد والسي خالد، قبل توديعكم بغينا نشوفوا هذه الصور الجميلة من الشوارع الجزائرية وشوارع بعض الدول المغاربية والأوروبية بعد هذه الملحمة اللي كتبها رباح سعدان ووليداته. وهذه مظاهر الفرحة الجزائرية اللي أكيد غادي تستمر أسابيع بل ولأشهر عديدة. نشاهد. تعال شيراني
إذا بهذا نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامجكم الماتش. بغيت نشكركم على حسن الاهتمام والمتابعة. نذكركم أنه بإمكانكم